السلام عليكم. بسم الله، الحمد لله. الاحمر اخضر، وزي ما قلت لكم امبارح وطمنتكم النهارده السوق اخضر وبقى كويس جدا. تعالى بقى سريعا احلل لك جلسه النهارده، واقول لك الارقام، واقول لك ايه معنى الارقام، واقول لك ايه اللي ورا الارقام كمان. وان شاء الله في اثناء الحلقه هقول لك ممكن السوق بكره يعمل ايه، وفي اخر الحلقه ان شاء الله هقول لك ايه افضل الاسهم الايجابيه ممكن تشتغل بكره باذن الله. قبل ما ابدا عايز اقول لك دي ليست توصيه بالبيع ولا بالشراء، ده راي شخصي فقط لا غير. النهارده 53600 اغلاق المؤشر الثلاثيني، المؤشر بعد ما كان احمر اخضر. صعدنا في اول جلسه وبعدين حصل هبوط، وانا حذرت من الهبوط ده كان طبيعي جدا نتيجه جني الارباح، ونزل المؤشر اختبر الدعم، وده كان طبيعي وده المفروض اللي هيحصل عشان يبتدي يستعد. ان شاء الله ببشرك ان شاء الله عندنا كمان حوالي 1000 نقطه صعود، يعني عندنا لحد 54000 كمان 600 باذن الله. المؤشر السبعيني قمه جديده تاريخيه جديده 18000، زي ما قلت لك المؤشر السبعيني زي الفل ومكملين. طول ما احنا فوق 53000، طول ما احنا فوق 17700، مفيش اي مشكله في المؤشرين. تعال احكي لك ايه اللي حصل النهارده. النهارده كله باع ما عدا الصناديق الاجنبيه. اللي حصل ان الصناديق المصريه ضغطت جامد لحد ما اجبرت الافراد على البيع بسبب الخوف، ودخلت في اخر الجلسه اشترت تاني. دخلت في الاسهم اللي هقول لك عليها دي، استحوذت على معظم السيوله اللي هي القلعه، بلتون، وزهراء، وفي الاخر البنك التجاري المحرك الرئيسي للسوق. يبقى كده دخلت خرجت من قدام خوفتك، ودخلت من ورا اشترت السوق. والصناديق الاجنبيه كانت سندها في الوقت ده نفسه. النهارده السيوله راحت لقطاعات العقارات، وده قاطره السوق دلوقتي، وبقاله حوالي سنتين ثلاثه من 2023 من قبل التعويم. قطاع الخدمات الماليه غير المصرفيه، مواد البناء والتعمير، ومن بعيد شايف البنوك جايه تاني، والدليل وابو ظبي الاسلامي اتحرك كويس جدا، وبقيه البنوك جايه في الطريق برضو. شايف كريدي وشايف بنك البركه جايين في الطريق برضو باذن الله. النهارده السيوله حوالي 11 مليار و200، سيوله جيده برضو بالنسبه للاحداث اللي بتحصل، وبالنسبه للعالم كله خايف، واحنا بصوتنا ما شاء الله شغاله كويس. لو انت متابعني من اول ما الحرب رجعت تاني ما بين ايران وامريكا، وانا قلت لك كلمتين خلاص لخصت لك بالموضوع، ان السوق هيفضل كويس طول ما الحرب شغاله على عكس كل بورصات العالم. وده السر، انا بقول لك حاجات مش موجوده في الكتب، بقول لك على حاجات ما حدش بيقولها لك في التقارير الفنيه، بقول لك على حاجات الحمد لله يعني بره خالص اي كلام هيتقال لك. السوق لسه كويس جدا. احنا شايفين ايه الاسهم ممكن تشتغل بكره ان شاء الله تبقى كويسه. عندي كذا سهم، عندي بلتون، عندي دايس، عندي نهر الخير لسه، عندي زهراء المعادي. كل الاسهم دي اسهم ايجابيه، بالاضافه للاسهم اللي قلتها لك بقى في اثناء الحلقه. ارجع وبص عليها كلها، هتلاقي كل الاسهم دي ان شاء الله ايجابيه لسه. لو وصلت لحد هنا اعمل حاجتين. اول حاجه بص في التعليقات لو عايز تتواصل وتشتغل معانا باذن الله. تاني حاجه ودي اهم حاجه عشان تكسب دنيا واخره، ودي الاهم ودي الباقيه، صلى على الحبيب قلبك يطيب باذن الله، هتكسب اكيد. السلام عليكم.